إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سبت ولاد النما التابع لسرية الفقيه بن صالح من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات الصلبة. جاء ذلك على خلفية إلقاء القبض على أفراد العصابة التي تتكون من 5 أشخاص نهاية فبراير الماضي. يتم تعميق البحث في الموضوع إلى أن تمت الإطاحة بشخص 30 يشتبه في أنه العقل المدبر للعصابة المتخصصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة على الصعيد الوطني والدولي. وتبعا لمصادر صحفية، فقد تم توقيف المشتبه فيه الذي يقترب عمره من العقد الرابع وينحدر من إقليم الفقيه بن صالح، وكان ينشط بمختلف ربوع المملكة، فيما جرى تحديد هوية شخصين أجنبيين للاشتباه في تورطهما في الموضوع نفسه. وأسفرت التحريات التي قام بها مصالح الدرك الملكي عن حجز كمية مهمة من المخدرات الصلبة تعادل قيمتها 120 مليون سنتيم، وفي وقت جرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية لدى مصالح الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة. تم إصدار مذكرة بحث في حق شخصين أجنبيين للاشتباه في صلتهما بالعصابة المذكورة.